ايه المانع ان الحكومة تتآمر على نفسها؟ ما في حكومات غبية، ما في حكومات جهلة يا استاذي. اولا السيد النائب الفاضل نبهنا الى حاجة مهمة جدا، الكيان الوطني لأي أمة، لما قال ان في خلال 10-15 سنة ان ممكن طبيعة المجتمع المصري تتغير وتركيبته الاجتماعية تتغير، وده مش دي المشكلة الأساسية، لكن هجيب لسيادتك مشاكل أخرى عديدة. أنا لا أبيع الوطن بتاعي بأي حال من الأحوال، وإذا كانت المشكلة يا سيدي النائب وأنت رجل أعمال في إن أنا أدخل فلوس للبلد، أنا بدعوك تدعو زملائك من رجال الأعمال إن كل واحد يعمل وديعة ب$500,000 في البنوك المصرية، هتتحل مشكلة مصر. لكن أنتوا فلوسكم كلها بره، ولا داعي لبتاع. ثانيا لا وحيد بيه ده كلام فاضي. ثانيا الناس اللي انت حضرتك عاوز توطنهم وبتقول عليهم لازم اولادهم يتعلموا ببلاش ولازم يتعالجوا ببلاش، ياخدوا حقوق المصريين. يا استاذ الفاضل، اما ندي حقوق المصريين الاول نبقى نديها للاخرين. في مصريين مش لاقيين